بالنظام مع الله الشكر، شكر الله، شكر النعم. النعم يغدي في ربي لقد نشكر فالله عز وجل أكبر نعمة الإسلام. مثل سكا قال الإسلام كي نتظلى نسنا فريد أكبر نعمة وكفى بالإسلام نعمة. نعمة العقل إذا نتساوي كل شيء. فلساسي قفنا التكليف، مناط التكليف عند علماء الأصول. العقل مناط التكليف. ربي عز وجل إننا نكونوا أهلا لخلافة الأرض أخطر نفكاوند العقل. فلا بد من شكر الله على النعم، نعمة سردين، نعمة الدريا، نعمة الصحة والعافية، نعمة يدي خلق ربي عز وجل من السمع والبصر والفؤاد. ربي عز وجل قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولما مك لعلكم تشكرون، أينما ذكرت النعمة ذكر الشكر. أين تذكر بأين ديني ما تهضر في النعم نس أديني لقد أتشكرم ربي عز وجل. وربي عز وجل قرد ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالت كذلك لقمان على لسان لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله عفوا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ما إلا تكفرض يعني تضر ضمنيك، ما إلا تشكرض يوكن ربي عز وجل كي جزاء العظيم. إذا نديو على الشكر أرغورك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الشكر يحمل ذي من الشاكرين الذاكرين إليه تشكر تصر ربي عز وجل. آميت غمين ساعة سنات نسوايا غادي تظلي تذكيض. أنا ما ذكر عايشة أصليني بزاف الناس أثني يعني تعيض طاس تجرح ندي تكشريني كضرنيك استعفوا شوية أسيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا إلى قد أوضار درجة الشاكرين الذاكرين الله كثيرا. فخاطر ربي عز وجل يذكر نوح عليه السلام إفغاء الرسول محمد الذي أفضل من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام إن يدر في الناس إنه كان عبدا شكورا. يذكر كذلك إبراهيم أنه كان شاكرا لأنعمه، كان يشكر نعم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدبسط الشكر في الحقيقة. كان يصوم أكثر من 8 شهور في السنة. تعدى داود صوم داود تعدى يركن الأنبياء فهو أفضلهم وأشكر جميع البشرية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان رقم 1 في شكر الله عز وجل. الأدب يرنون ويشتاقين